بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في نقل تلفزيوني مباشر يأتيكم من مدينة أكادير، وبالضبط الملعب الكبير، حيث نتابع بعد المقابلة الأولى اللي كانت أمام المنتخب الأنغولي وانتهت برائعة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وتمكن من الدخول الرسمي الآن للمنتخبين إلى رقعة الملعب. الجماهير تؤتت لمدرجات من جانب محمد ديلايلي وهو عميد المنتخب الموريتاني 28 عمر. صور في المدرجات مشاهدينا الكرام، التيفو رائع، تيفو ياتي في مباراة يلا، وايضا الكلمه ديال التيفيناغ اللي حاضره اللي هي مرحبا. فكنشوفوا الصوره اللي كانت في المدرجات في الوقت، الانظار ديال الجماهير، الانظار ديال الكل على الاداء ديال اللاعبين المنتخب الوطني المغربي. اليوم كنشوفوا التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي كانت فيها مجموعه من التغييرات في الوقت اللي اعطى الحكم الانطلاقه ديال الشوط الاول. كترجع المغربي عن طريق الياس بن صغير كيلعب الكره ديال اتجاه رحيمي، كان ممتاز الطريقه اللي قام بالمراوغه بها جيده. كينطلق هذا سفيان رحيمي، عمليه هجوميه كترجع بن صغير، كيدخل داخل منطقه الجزاء، كيحاول ما امكن انه يبحث عن المنفذ، التصويبه ديالو ولا تزال الكره يحصل على الكره، ولو انه المراوغه كانت جيده ديال اللاعب سفيان رحيمي. لاعبان منسجمان حاضران على مستوى الخط الامامي، وهذا لاعب نجم نادي. تنفيذ حكيم زياش، كيرفع كره قائم ثاني راسيه مباشره صوب الحارس. في الوقت اللي بكر كان متواجد المنتخب الوطني المغربي، في الوقت اللي ابراهيم كينطلق، ابراهيم بتمريره الجهه اليسرى عن طريق عطيه الله، كيرفع الكره داخل منطقه الجزاء، والحارس كيتمكن من الكره ديالو، ولو تحضير ترويض من الياس، كيرفع الكره داخل منطقه الجزاء، طول قامه ديال امير ريشاردسون، فرصه جيده، محاوله داخل منطقه الجزاء، فرصه الهدف الاول، امكانيه ديال التصويب، ولكن تابعوا الاعاده. رفع الكره من جانب الياس بن صغير، الراسيه اللي جات بهذه الكيفيه من امير ريشاردسون، والمتابعه هنا في اخر كد يهيئ نفسه التصويب، كره بهذا الشكل، طول قامه ديال امير ريشاردسون، ثم المتابعه ايضا من جانب اسامه العزوزي. امير عبدو ضائعه، تصبح هجمه مرتده مضاده. الياس بن صغير، عمليه ديال الاختراق، دخول داخل منطقه الجزاء، رجع الكره ديالو خلف صوب رحيمي التمريره ديالو، ولكن في غياب زياش، رفع الكره ديالو صوب رحيمي دخل داخل منطقه الجزاء، فرصه امام جوج ديال اللاعبين. ابراهيم كينطلق، ابراهيم جهه اليسرى، الياس بن صغير صوب يحيى، عطيت الله تمريره عرضيه، فرصه داخل منطقه الجزاء، تمريره الجهه اليسرى، الياس بن صغير، تمريره داخل منطقه الجزاء، محاوله هلال. في الوقت اللي كنشوفوا هنا اسامه العزوزي، شوفوا هنا تدخل واحده من الفرص اللي اتيحت للمنتخب الوطني. ابراهيم اخذ ورد بين اقدام اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. ابراهيم حاول ينسل امام مجموعه من اللاعبين، فرصه ديال الانسلال ومخالفه كل الحكم. لاحظوا هنا التدخل الماضي، هنا ايضا تدخل واضح الخطا. اذا ترقب الانفاس الاخيره، اشرف حكيمي كيتقدم، كره ديالو فوق المرمى بسنتيمترات قليله من وضع الكره في الشباك. اليمين اشرف حكيمي وممتازه داخل منطقه الجزاء. سفيان رحيمي لهذه الكره، المنادات على الكره في اخر المطاف. كدير حكيم زياش كينفذ كره داخل منطقه الجزاء، الحارس في مناسبتين اثنتين. الحكم كان كره لصالح المنتخب الموريتاني. لاحظوا هنا الرجل اليسرى مباشره، التدخل ديال نياسي بابكر، كلتا اليدين لإزاحة خطر. رحيمي
استلام من الجهه اليمنى. رحيمي كيبحث على المراوغه والمرور، قام بالمراوغه، فرصه داخل منطقه الجزاء، محاوله جيده، ابراهيم في المكان المناسب. المخالفه لصالح المنتخب الوطني المغربي. ابراهيم كيرفع كره داخل منطقه الجزاء بهذه الكيفيه ومباشره صوب الحارس. مخالفه، كره ثابته تنفذ، تصويبه بهذا الشكل مباشره الى خارج الخط. الياس اختار الجهه اليسرى بطريقه هجوميه، محاوله ديال الياس بصغير يحاول يمر كيراواغ كيمرر الجهه اليمنى، ممتاز صوب رحيمي او حكيم زياش كيصوب، ولكن الكره في الزاويه على يسار نياسي بابكار تنفذ. بحث المتمم للكره ممتازه، سفيان رحيمي، ضربة يمكن نعتبرها حركة جيدة مقصية هوائية بهذه الكيفية، لمسات في آخر المطاف اللاعب شادي رياض، وبعد ذلك كتجي مباراة. التعامل ديال حكيم زياش، قام تمويه جيد، تمريره داخل منطقة الجزاء. رحيمي، حكيم زياش تعبت كرة داخل منطقة الجزاء، رأسية كتجي من شادي رياض للمرمى ديال المنتخب الموريتاني بهذا الشكل، وكيصعد وكيرتقي بشكل جيد. كان قريب من اسكان الشباك. كانت هناك مضايقه ديال سيد أولاحي، الحكم كيقول وصل اللاعب، ليس هناك شيء. تمريره بهذا الشكل، كاين تخوف هنا. كنشوفوا الطريقه ديال الهجوم، ابراهيم دخول داخل منطقه الجزاء، محاوله ديال رحيمي، تمريره، اتيحت فرصه مواتيه امام. لاحظوا الاعاده، ابراهيم العدلي، رحيمي، بعد ذلك تمريره الاولى، التغطيه الدفاعيه، وهذه الطريقه من البدايه ديالها من العسوسي. قلت على انه لو انها مرت كان هنالك تواجد كل من ابراهيم دياس وايضا مين عدلي في المكان المناسب. راوغا لا كيختار تمرير، ابراهيم، حكيم زياش، صويبه فوق المرمى بسنتيمترات قليله، هي نفسه ضع الكره امامه، رفع العين ديالو، مشات تصويبه بشكل جيد فوق المرمى. هكذا محاولات كتعطي انذارات واضحه